كل مكان متابعي كايرو لايف، معاكم مصطفى درغام من قناة القاهرة 24، ومعانا أمل فتاة دقهلية. طبعا طلعنا معاها أكتر من مرة على مدار 4 سنين بعد تعرضها لحادثة اغتصاب من طفل كان عنده 17 سنة، وساعتها كان عندها 18 سنة ونص، وكانت راجعة من المدرسة فاحتجزها داخل أحد العقارات المهجورة واعتدى عليها، ونتج عن الاعتداء ده حمل. وبعد كده أنكر صلته بالواقعة وأنكر نسب الطفلة. جولات قضائية كبيرة في ال4 سنين في المحاكم الجزئية ومحاكم النقض انتهت من أيام بعدالة السماء ظهرت وحكمت على المتهم بالحبس سنة بتهمة هتك عرض أمل فتاة دقهلية. معنا النهاردة أمل، بنبارك لك طبعا بحكم حبس المتهم، وهتحكي لنا بقى يعني ملخص عن اللي حصل معاها ومعاناتها في ال4 سنين وشعورها بعد النطق بالحكم على المتهم. ألف مبروك يا أمل. كده سريعا كده الموضوع باختصار خالص، واحكي لنا بقى كده ايه اللي حصل في ال4 سنين اللي فاتوا. بداية الموضوع اللي أنا كنت مخطوبة وبدرس في ثانوية عامة. وكان في ولد زميلي كان في ولد زميلي اتقدم لي قبل ما اتخطب بفترة. الولد دوت كان معايا في المدرسة وفي الدروس وفي كل حاجة، ومن البلد برضو، من نفس البلد اللي أنا فيها. ما كان اتقدم لي، يعني رفضت في الفترة ديت. هو كان أصغر منك في الفترة دي؟ انا ما كانش رفضت، لا كامل كنت 18 سنة؟ رافضه فكره الخطوبه اصلا، يعني فتره كده. وبعد كده بعدها بقى جالي اتقدم لي شخص تاني، وافقت عليه وكنت قربت اتجوز، يعني كان فاضل على فرحي اسبوعين. وكنت باخد درس علشان قبل الفرح يعني وكده، علشان كنت كنت في سنة كام ساعتها؟ كنت في اولى ثانوي، وكنت هاجي على الامتحانات. يعني كنت هاجي على الامتحانات، وكانت اخر حصه بقى عشان كنت هتجوز في القاهره. فالولد دوت لما عرف ان فرحي خلاص قرب، ان انا مش هاجي تاني وكده، وخلاص كانت اخر حصة ليا، هددني كتير اللي هو انا فركش خطوبتي، وان انا ما اتجوزش الشخص دوت عشان انا رفضته. كان في علاقة بينك ما بينه طيب؟ هو صداقة أو أي حاجة؟ في الدروس مع بعض، في هو الدروس في زميل؟ المدرسة بس، لكن انا ما كنتش اعرفه يعني. كنت اول مرة اشوفه اللي هو في الامتحانات بس. جيت لما حصل بقى اكتر من مرة تهديدات، انا بلغت ماما. كان اخر حاجة بقى بيمشي ورايا في كل مكان، الاقيهم ماشي ورايا. اخر مرة الناس اتلمت في الشارع، لما لقيته بيرخم عليا الناس اتلمت هو مشي لحد ما اتأكدت ان هو مشي خالص، ومشيت من المكان ده. بعدها بقى ماما بقى لما عرفت اللي حصل، انا رحت بلغتها. راحت لوالدته البيت وقالت لها بعدي محمد عن امل، هو عايز منها ايه، بيمشي وراها ليه. قعدت تقول لها خلاص ما عادش هيمشي وراها تاني، والف مبروك، علشان يعني اللي انا كنت خلاص هتجوز، وبقى اعزميني على فرح امل وكده، اللي هو اصلا يعني في صلة قرابة كمان. اه. بس ده اللي حصل. فبعدها لما هو عرف ان ماما راحت، مخافش من مروح ماما بيتهم. وبرضو خلاني برضو في يوم الواقعة بقى خلاني طالعة من الدرس، ونده عليا اللي هو بيزعق لي انت، يعني انا مش خايف اللي امك راحت، يعني انت هتعملي ايه يعني. ولقيته بينده عليا، ما ردتش عليه، انا ماشيه لقيت اللي بينده عليا جامد، وقام شددني في الشارع من ظهري، وقعني في الارض. بعدها لقيت اتقفل عليا مكان، فضل يضرب فيا. حاولت ان انا اجري، ان انا اصوت حد يسمعني، ما فيش حد خالص في المكان دوت. هو عباره عن يعني زي مكان مقطوع بالظبط، اللي هو دخلني فيه دوت عباره عن مكان مقطوع. حاولت ان انا اي حد يسمعني استنجد بحد، ما فيش اي حد سمعني، لان احنا كنا بالليل كمان. وعندنا في البلد من المغرب من العشاء الناس اللي هو في الشتاء ده بالذات ما انت منين في تلاقيش حد. البلد؟ من قرية متشنة. تمام. ما تلاقيش حد في الشارع من مغرب العشاء كده. ف اما حصل كده بقى فضل يضرب فيا. حاولت ان انا اضربه وان انا اقاوم عشان ادافع عن نفسي. انا مش عارفه هو عايز مني ايه اصلا. انا انت كنت اصغر من ما كده باربع كنتش سنين اتخيل ان هو ده يحصل اساسا. مم. كنتش اتخيل ان ده يحصل. ف حاولت ان انا ادافع عن نفسي كتير. في الاخر انا لقيت يعني اغمى عليا، ما حسيتش باي حاجه، فقدت الوعي من ان انا قعد يضرب فيا، وانا اصلا يعني كان جسمي ضعيف قوي. اه. فقت لقيت نفسي بقى متبهدله، ومفيش حاجتي مفيش حد حواليا، الدنيا ضلمه، انا مش شايفه اي حاجه. حاولت ان انا اقوم لحد ما روحت البيت.
اول ما روحت خدت برشام وحاولت ان انا انتحر. ساعتها كده حسيت ان الدنيا اسودت قدام وشي، ان انا كنت داخله على جواز وفرحانه بحياتي، وفجاه حياتي اتدمرت وكل دوت اتدمر وزائد خطيبك ساعتها كان فوق مسؤول. كل ده ودوت بعت رساله لخطيبي ان هو خلاص كده انا ما عدتش انفع للجواز، وشوف بقى تتجوزها ازاي. هو بعت رساله لخطيبي بيقول له الكلمه دي. فانا اول ما طبعا ده حصل خلاص انا حاولت ان انا انتحر عشان خلاص حسيت يعني. انك فقدت كل حاجه. حسيت ان فرحتي كل حاجه باظت قدام عيني في ثانيه كده. لما فقت بقى من الغيبوبه لقيت عمامي واخديني عندهم القاهره، سالوني ايه اللي حصل. قلت لهم على إن الواد دوت كان بيمشي ورايا وكان بيهددني، وحكيت لهم على اللي حصل كله. عمامي خدوني عند دكتور الاول، كشفوا عليا اطمنوا عليا. الدكتور قال لهم على يعني ان في نسبة غشاء كبيرة ونسبة بسيطة اللي افتقدتها، وممكن بعد فترة تتجوز. فلما حكوا للدكتور ان انا يعني في ولد اتعدى عليا اغتصبني وكده، الدكتور شاف اثار الضرب فيا، يعني اصلا كان جسمي فيه ضرب. الدكتور قال لهم اطلعوا دلوقتي حالا اعملوا في محضر. طبعا انا في القاهرة، والمفروض اعمل المحضر في مركز اجا اه. تبع المركز اللي انا في حصلت المكان كده اللي انا عايشه فيه. فاعمامي لما اللي هو لما الدكتور قال لهم كده، هما ما يعني رفضوا اللي هم اصلا يعملوا محضر واللي هم يعملوا شوشره والكلام ده. خدوني البيت، ضربوني واجبروني على ان انا اتجوز عشان يلموا الموضوع. طب انا ذنبي ايه؟ طيب انا يعني انا فوق كل دوت، انا مجني عليا وانا اتضربت واتبهدلت. طب انا ذنبي ايه اللي انتوا تجوزوني لواحد تاني، او ان انا يحصل لي ده كله وانتوا ما تساعدونيش؟ طبعا كان خطأ منهم، لان لو كنت رحت ساعتها القسم حضرت محضر هو كانت الدكتور هتفضحي قال لهم نفسك فعلا فيه انتوا وهيعرفوا ان في كدمات هتتحول دلوقتي واثار. حالا لطب شرعي، اه. لان هي لسه ما فاتش عليها كتير واثار الضرب وكل حاجه موجوده. هما لو كانوا عملوا كده فعلا في ساعتها كان هيجي، لو انا كنت فين بقى كان هيجي. اللي حصل بقى اللي هو لما جوزوني بقى كتب كتاب على حد تاني. جيت لما ماما عرفت بحكايه كتب كتابي دوت، جت خدتني عن طريق الاسم. بلغت الاسم، هما اللي جه خدوني من عند عمامي. ما كانتش موافقة كان حصل. ما كانتش ما كانتش تعرف. تعرف اصلا. كانش حد يعرف خالص، هما قطعوا عني التليفون ان انا ما اكلمش حد. وخلاص اجبروني ان انا هتجوز وكمان شهرين وهروح بيت الشخص دوت اللي هيكتب عليا الكتاب، وخلاص كده ما يعني ما عندش هرجع ان انا بقى اقعد في بيتنا ده تاني. فلما ماما بقى عرفت جت خدتنا عن طريق الاسم، ما كنتش ساعتها بقى ما كنتش اعرف حكايه ان في حمل ولا هما كمان. يعني الدكتور لما كشف ما كشفش على الحمل ده، هو كانش كشف لسه ظهر. على حاجه تانية. فلما جيت رجعت البلد وظهر بقى عليا اثار الحمل، رحت كشفت بقى في مستشفى اجا. الدكتور كشف عليا وقال لماما التفاصيل اللي عندي برضو زي الدكتور الاولاني لما قال لعمامي، وقال لي ان في حمل في شهرين ونص. ساعتها بقى كده الدكتور قال لنا اطلعوا دلوقتي اعملوا محضر في المركز وادخلوا للمأمور، هو كويس جدا، واتكلموا معاه واحكوا له اللي حصل وهو هيساعدنا يعني اللي احنا نعمل محضر وكده. فعلا رحنا عملنا محضر في اليوم دوت، كنا في رمضان. عملنا محضر فضلنا بقى نحقق يعني اتحولت تاني يوم لوكيل نيابة، ودخلت لوكيل نيابة اتكلمت معاه وحكيت له التفاصيل وكل حاجة وكل حاجة كويسة. انا كنت رايحة لوحدي اعمل المحضر، ما كانش معايا محامي، ما كانش معايا اي حد. تاني يوم لما اتحولت لوكيل النيابة، بس عايزة اذكر الحتة ديت علشان الناس اللي بتقول ليه ما عملتش محضر في ساعتها، ليه اتأخرت كل دوت. التأخير ما كانش من عندي، مش انا السبب. اعمامي اللي رفضوا اللي هم يعملوا محضر، اللي هم يعني بيلموا الموضوع من وجهة نظرهم ان هم عشان ما يبقاش في شوشرة كبير طبعا. بس هو ده اللي ده خلى حصل. القضية تاخد سنين عشان يتم الحكم فيها. فضلت بقى اتحولت لطب شرعي، بس بعدها بفترة كبيرة. بعدها بقى والبنت لما اتولدت، لما ولدت البنت رفعت قضية نسب. كان وقت من اول ما اتولدت لحد ما بقى عندها سنة ونص، القضية فضلت تاخد جلسات واروح للقاضي، والمحامي بتاعي اللي هو كان معايا الاول ما كانش بيقدم اي طلبات للقاضي. يعني ما قدمش اي طلب، اللي هو احنا كنا بنقول له عايزين نعمل تحليل دي ان ايه اللي هيثبت اللي هي بنته. هو ما قدمش ده. القاضي كان يعني عايز يعمل اي حاجة في القضية، بس ما فيش اي طلبات قدامه. اه.
فالاخر القضيه اترفضت. هو ده اللي خلاني بقى بعد القضيه ما اترفضت انا تحاول يعني حاولت بقى ان انا يعني خلاص انا عارفه ان مصيري كده، مش عارفه اجيب حقي وبنتي مش عارفه اسجلها لسه ملهاش شهاده ميلاد لحد دلوقتي. هو ده اللي خلاني طلعت للاعلام، هو الاعلام اللي ساعدني. يعني انت قعدت 4 سنين في الحاجات دي او في اه الجوائز لحد دي؟ ما البنت بقى عندها سنه ونص القضيه بتاعت الاغتصاب اتحفظت والقضيه النسب اترفضت. مم. هو ده اللي خلاني بقى ايه. شفنا قرار المحكمة في الدهلية ان هو يعني حكمت بالبراءة المتهم، ما كانش فيه أدلة، ما كانش ايوه فيه شاهد على هو انا الموضوع، بقى الموضوع كان من لما فترة، فما كانش فيه حتى تقرير طبي شرعي، ما كانش قادر يثبت إذا كانت تعرضت للاغتصاب ولا لا. وبعد كده اه النيابة العامة أصدرت بيان واستأنفت على الحكم، وبرضه تم الحكم بالبراءة. وبعد كده المحكمة القضية راحت لمحكمة النقض، فكل دي خدت فترة كبيرة جدا، 4 سنين فعلا بس من من يعني المعاناة. بالنسبة للي انا فضلت اكتر من سنتين في المحكمة، ما تعمليش غير طب شرعي بس اللي اتحولت له، ما فيش اي حاجة تانية تمت ولا دي ان ايه ولا حتى المتهم اتقبض عليه ولا راح ناحية المحكمة. دي لوحدها اصلا كفاية، اللي هو اول ما طلعت للاعلام والنائب العام هو اللي امر بضبط واحضار المتهم والمتهم فعلا جه وعملنا تحليل دي ان ايه. ده كان ساعتها كده يعني اول خطوة ناخدها في القضية، يعني كان اول خطوة اللي هو بقى المتهم يتقبض عليه ونعمل التحليل والبنت التحليل يظهر والبنت تطلع بنته ويتحبس فترة التحليل وياخد التاني أسهل في براءة. النهاية بقى. ايوه طبعا تحليل ظهر ان هي بنته طبعا واتحبس 4 شهور وبعد كده خد براءة. برضه خد براءة بعد تحليل ديني. اه كل ده طبعا اصلا يعني من ساعة لما المحامي بقى بتاعي سبته لما اكتشفت اللي هو ما عمليش حاجة، والمحامين اللي جولي البيت وعدوني اللي هم فعلا مش هيسيبوا القضية و- وفعلا من ساعتها هم ماسكين القضية بجد طيب لما ومسابوهاش. اتحكم بالبراءة المتهم مرة واتنين، يعني الناس بدأت إن هي تتكلم وتقول إن الموضوع ما كانش فيه اغتصاب أو كده. ايوه هو لما خد شعورك إيه براءة بقى فعلا اتقال كده. لما بقى طلع حكم الحبس بقى سنة؟ انا لما خد براءة انا حاولت ان انا انتحر بسبب ان ده واحد يعني يعتبر قتلني وكسر فرحتي ودمر لي حياتي، وبعد ده كله تاخد براءة وانا عندي بنتي ديت يعني انا كنت هموت نفسي علشان خاطر اللي انا مش عارفة اعمل لها حاجة، مش عارفين ان لغاية احنا دلوقتي ما اتسجلتش على فكرة. ايوه لسه لحد دلوقتي ما عندها كام سنة؟ اتسجلتش. عندها 4 سنين. 4 سنين يا شهر 12 اللي جاي ده تتم ال4 سنين. مش معاها أي شهادة ميلاد أو أي حاجة؟ لا بيبقى طبعا في صعوبة حتى لو كان ليها تطعيم أو ليها لا هي دراسة الحمد لله أو كده. اتطعمت، الحمد لله خلصت تطعيماتها اه بس كلها. كان بيبقى بس في كانت صعوبة. طبعا بصعوبة اه يعني ما دي كانت مش حاجة كده سهلة. بالظبط. لو حتى دلوقتي بالتسجيل حتى الحضانة أو حاجة زي كده هيبقى الموضوع فيه صعوبة يعني. اه هو بقى ان شاء الله مستنيين شهادة الميلاد إيه وبس، مش عايزة اي حاجة تاني. طيب تقولي إيه بقى اللي كانوا بيشككوا بقى بيقولوا إن الموضوع ما كانش فيه اغتصاب وكده ولا الحكم؟ مش هقول ما قلتش اي حاجة غير حسب الله ونعم الوكيل. طبعا اللي بيتكلم اللي فاهم واللي مش فاهم كله عمال يتكلم وخلاص. كنت بحسبن وربنا كنت واثقة ان ربنا هيجيب لي حقي، والحمد لله ربنا في كل دوت ما جبر بخاطري برضو ان رجع لي حقي عشان براءتي تظهر قدام الناس اول حاجة. وفي البلد عندنا ناس كتير قوي برضو ما كانتش مصدقه لحد ما التحليل اول حاجة طلع وطلعت اللي هي بنته، لان اهل الولد كانوا بيقولوا في البلد ان دي مش بنتنا، مش ابننا اللي عمل فيها كده، وقعدوا يقولوا كلام كتير، وان احنا لما البنت اتولدت ان احنا بعناها وبنأجرها وقت لما بيكون عندنا جلسة. قالوا كلام كتير قوي. اه فما البنت التحليل ظهر بقى والناس قعدت تقول لهم طب ما هي بنتكم اهي، امال ما بتسجلوهاش ليه بقى، ما بتعترفوش بها ليه؟ يقولوا احنا مش عايزينها، ده احنا حتى لو خدناها احنا هنرميها في ملجأ. هو احنا بنطلب منكم اللي انتوا تعملوا تحليل دي ان ايه علشان انتوا تاخدوها؟ احنا مش عايزينكم تاخدوها اصلا. انا لو انتوا بس عايزين تسجلوها بس. بنتي ديت لو مستعدين لو احنا هنبيع عمرنا كله عشان هي تعيش وما يبقاش ناقصها حاجة ومحدش يذلها بكلمة، احنا مستعدين لده. هي ملهاش ذنب ولا احنا لينا ذنب اللي حد يعايرها احنا بكلمة كده وحشة. خلصنا القضية بتاعة الاغتصاب وخلاص تم الحكم عليه فيها، دلوقتي بقى معانا قضية إيجار. هي الحمد لسه لله. دلوقتي في محكمة الأسرة اه يا ولسه. بقى كده المحامين بقى فاضل الخطوة بس اللي هي بتاعت تسجيلها، اللي هم هيقدموا
هيقدموا الحكم لمحكمة الأسرة عشان هي تتسجل إن شاء الله باسمه. تحب تقول حاجة تانية؟ شكرا. شفنا حضرتك طبعا كنا التقينا بيكي قبل كده وكنت منهارة جدا وبتعيطي وزعلانة على اللي حصل لأمل ولبنتها، فعايزين نعرف دلوقتي الوضع ايه بقى بعد ما تم الحكم بقى عن المتهم. اول حاجه انا بقول الحمد لله على كل شيء، وبشكر المحامين بتوعها، الناس اللي بعد ربنا خلاهم قال لنا اداه، استاذ سيد بدر واستاذ محمد يونس واستاذ عبد الفتاح من قضايا المراه واستاذه اسراء. الناس دي بجد يعني الحمد لله خير جنود الارض. وطبعا الصحفيين اللي ما سابوش قضيه امل، والناس اللي بقت تدعم امل، سياده النائب العام، يعني وزير العدل، الناس والدايرة العشرة دي، الناس دي بصراحة ما سابتش حق بنتي ولا أي بنت بعد ربنا إن شاء الله. ولما يكون في حكم عادل كل واحدة هتاخد حقها. أنا والله مش عايزة أقول لكم أنا فرحة الدنيا عندي. انت تعرضت فعلا ضغط كبير الفترة اللي فاتت على مدار الأربع سنين. اللي يقول على فكرة يا جماعة، على فكرة يا جماعة، والد أمل موجود، بس هو يعني أخ كبير لإخواته، كان مفكر إن إخواته هينصفوه. هو سبب اللي احنا فيه ده كله إخواته اللي ما نصفوهوش. انا خدت، قلبت الموازين. ما انا خدت موقف علشان كانت هتتجوز وخلاص. معلش كل ام عارفه مربيه بنتها ازاي. انا عارفه بنتي والحمد لله واثقه فيها، وكانت فرحانه بجوازتها، فالحمد لله. منطقي فعلا ان حد يعني حاجه زي كده برغبته قبل الفرح. لا طبعا، خصوصا هي سنها صغير. هي لو واحده مرغوب عليها الجواز، اللي انا بس بفهمه للناس، لو هي واحده مرغوب عليها الجواز هتعمل اي حاجه غلط، بس هي واخده الجواز برضاها وموافقتها. فطبعا يعني اللي يقول طب هي كانت اكبر منه، لا هي مش اكبر منه، ده شهور يا جماعه. في حاجات كتير، السن ده في صالحها. في حاجات كتير عمر البنت ما تقدر تقف قدام قدام اي شاب، وده مش اي شاب. انا نفسي تشوفوا صورته يا جماعه وتحكموا على امل الحكم الصح. وعايزه الناس تفضل تدعم اي بنت، ما تبقاش ضد البنات دايما. مش البنات مش هم اللي عليهم الحق، كل الناس كل واحد بيتكلم من وجهة نظره. زي ما الولد له تربية، البنت لها تربية، بس تربية البنت كل الناس بتتهاون في تربية الولد اكتر. ووالدته كانت مفكرة انها بفلوسها هتقدر تدوس على اي حد، لان والده بيجمع فلوس. لا انتوا القضاء انصفكم الحمد لله. احنا بنشكر قضائنا وبنشكر سيادة الرئيس واي ناس تدعم قضيتنا وقضية اي بنت مجني عليها، بالذات لما ربنا يوقف لنا ولاد الحلال اللي وقفوا معانا بجد. احنا قضية امل يا جماعة اللي بوظها في ناس ما عندهاش ضمير. لا الحمد لله في النهايه انتهت لصالحكم، انتهت بالحكم على المتهم اللي خد عقابه على اللي اقترفه. وبرضه هيكون معانا الاستاذ سيد بدره واللي قطع يعني شوط كبير جدا في القضيه وتبرع في الترافع عنها وحصل على الحكم في النهايه. فالف مبروك حضرتك على الحكم. الله يبارك فيك يا باشا. وعايزين بقى نتكلم في الشق القانوني وحيثيات الحكم على المتهم بعد يعني جولات كتير زي ما قلنا كده في كل المحاكم، محاكم الجزئيه ومحاكم النقض وفي جولات محاكم الاسره. فعايزين نعرف بقى الشق القانوني في القضيه دي ازاي. هو الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا ان ربنا كرمنا بحكم نهائي عادل وبات. حضرتك زي ما انت قلت كده شق كبير في القضيه ديت. احنا اول ما مسكناها كانت القضيه محفوظه الشق الجنائي في 6/12/2020، وقضيه اثبات النسب كانت واخده رفض. عملنا تظلمات المحامي العام والحمد لله رب العالمين، قدمنا ادله جديده، النائب العام فتح التحقيق وبدانا منها ناخد خطوات جديه في القضيه فعلا. وفعلا احنا كان عندنا امل وكان عندنا يقين كبير بتحقيق قضائي عادل وان في النهايه الحق ينتصر. خدنا حكم بالبراءه، ما قلش من عزيمتنا ولا من همتنا الحمد لله في القضيه وتأيد الحكم، بس كان عندنا ثقه في انتصار القضاء المصري. والحمد لله رب العالمين الكلمه الاولى والاخيره القضاء والحكم القضائي هو عنوان الحقيقه، وبذلك اصبح هو مدان. هو ده كان الشق الاول في القضيه، لان انا عنده شق تاني بيحكمه محكمه الاسره وهي مساله اثبات النسب، لان الجريمه ديت نتج عنها طفله اصبحت ضحيه اخرى. لان عند قانون الشريعه الاسلاميه مش هتثبت نسب لابن زنا، وبحكم البراءه كانت قدام القانون امل كانت علاقه زنا، ما كانتش علاقه اغتصاب. لكن بصدور حكم المحكمه الجنائيه بالحكم على المتهم بالادانه، هنا اصبح المتهم هنا متهم بجريمه اغتصاب. كان عندنا طبعا قضيه الاسره، المحكمه النهارده موقفاها تعليقيا لحين الفصل في النقض،
لان حكم المحكمه الجنائيه هو هيكون هنا الحكم الاول والاخير، هل هنا بنت اغتصاب ام بنت زنا. لو كان بنت زنا ما كانش هيبقى استحاله تعرف تثبت نسبها في ظل القوانين الحاليه والقواعد الشرعيه المعمول بها الان. لكن النهارده بنت الاغتصاب خرجت من القاعده اللي هي اللي هو المعمول بيها الولد للفراش وللعاهر الحجر. هنا النهارده بالحكم الجنائي ما اصبحتش عاهر، خرجنا بره القاعده. طبعا هتقولي عندك نصوص قانونيه بتثبت ابن الاغتصاب، اقول لك ما عنديش نصوص قانونيه بتثبت ابن الاغتصاب، بس عندي اجتهادات شرعيه وعندي احكام محاكم كانت سابقه بتتكلم في الجزئيات دي. فبنامل ربنا باذن الله تعالى ان احنا نقدر نثبت نسبها في عندنا تحليل دي ان ايه بيثبت نسب الطفل، وعندنا برضو حكم المحكمه بيثبت عمليه الاغتصاب، وهتلاقي تزامن الموضوع ده مع ولاده الطفل، يعني الواقعه اللي هي بلغت بيها مع زمن ولاده الطفله دي، فهتلاقي هنا في برضو يعني نفس المده، وده بيثبت اثبات النسب في الواقعه دي، في واقعه الاغتصاب. احنا اولا ما فيش شك ان هو الطفله مش بنته، لكن عمليه اثبات النسب ده عمليه شرعيه بتتم وفق معايير وضوابط. فالنهارده لو كان مفيش حكم جنائي بالنسبه لي النهارده في واقعه اغتصاب ما كنتش هستحيل اثبات نسب، حتى بوجود الدي ان ايه لنقل بنته، حتى بحكم الشبه والقيافه اللي احنا شايفينها كلها بنته. النهارده الحكم الجنائي ده كان هو الا تمهيد لحكم اثبات النسب في محكمه الاسره. طيب يعني الحكم ده كان في صالحكم طبعا، حكم الحبس المتهم في صالح خدمه القضيه بتاعت النسب. طبعا في خدمه قضيه اثبات النسب، واحنا الحمد لله رب العالمين احنا بجد حظينا بتحقيق قضائي عادل في محكمه النقض. احنا شفنا مثلا خد حكم البراءه، وبرضه ده يعني ما شعركمش باليأس، وبعد كده في الاستئناف اخد براءه تاني، وانتوا برضه استمريتوا في النقد، يعني تم الحكم على المتهم ده كان موجود بصراحه النائب العام والنيابه العامه خدت موقف في القضيه ديت بصفه خاصه، كان بتدعمنا بصراحه، لان النيابه العامه في النائب العام في القضيه اتدخل 3 مرات. اول مره لما امر بتحليل الدي ان ايه للمتهم، دي كانت اول تدخل ليه، كان في شهر، كان بالظبط 13/7/2020. تاني مره النيابه العامه لما طلعت على الحكم بالاستئناف، ده كان تاني تدخل النيابه العامه. التدخل الثالث للنيابه العامه لما كان يعني لما صدر حكم محكمه الاستئناف بتأييد الحكم طعنت بالنقض، لان طبعا ما لناش صفه نطعن بالنقض، فالنيابه العامه قامت بالطعن بالنقض على الحكم الجنائي، حكم البراءه. فده كان بيزيدنا ثقه واصرار ان احنا موقفنا صح، واحنا كنا قطعنا بصراحه وعد ما بيننا وبين المجني عليها، قلنا ان احنا مش هنسيبك للنهايه لحد ما نجيب حقك. وبصراحه الوعد ده كان بتردد مش انا لوحدي، كل الساده المحامين اللي اشتغلوا في القضيه، استاذ محمد يونس، استاذ عبد الفتاح، استاذ محمود بدره، استاذ اسراء، كل اعضاء المكتب بصراحه اشتغلوا على القضيه ديت بصفه شخصيه، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا ونصرنا في الاخر. وانا احب اوجه رسائل للمجتمع. احنا شفنا في قضيه امل وشوف قضايا كتير بصراحه ان ان المجتمع والراي العام بيكون احكام قضائيه قطعيه بدون ما يطلع على ورق وبدون ما يطلع على اي شيء، كله بينصب نفسه قضيه بمكانه. الناس تصدر فعلا احكام قبل حتى صدور الحكم قبل وقبل ما مش مطلع. انت الاقي ان بيقول الاغتصاب، بيقول انت شفتش ورقه، انت ما شفتش محضر، انت ما طلعتش على حيثيات الواقع ولا طلعت مش دي او غيرها. واحنا بنشوف مثلا الراي العام اذا لح امام منصه القضاء فزعت منه ملائكه العداله، لان القاضي هنا يبقى بين امرين، هيرد الحكم العامه، لا طبعا، طب هيخالف العامه، هيمضح هنا القاضي، فتبقى الطامه الكبرى. فان احنا بنتكلم ان الراي العام لابد برضو ياخد مسافه وما يصدرش احكام عاجله ونستنى. عندنا قضاء مصري بصراحه، وشايفين التحول الجديد للنيابه العامه. النيابه العامه واخده موقف بصراحه ربنا، يعني بسم الله ما شاء الله. النائب العام حماد الصاوي عامل انجاز عداله رهيب، فاحنا نسيب العداله تاخد مجراها، نسيب الاحكام القضائيه هي اللي تحكم وهي اللي تدينا حياه الامور. بيحلل محاكمه جنائيه عاجله وبيتم الحكم عليه يمكن من اول جلسه. شفنا قضايا كتير راي عام زي كده، وكان اخرها سائق متهور بتاع جسر السويس، من اول جلسه تم الحكم عليه 3 سنين، الواقع ما كملتش شهر متداوله. بس فبرضه الراي العام كان فيه نسبه كبيره جدا كان مع امل، برضه ده ما يشوفش بعض الاشخاص اللي هم كانوا بيتهموها بعد تعرضها للاغتصاب، لكن في النهايه المحكمه حكمت، واحنا مستمرين برضه معاكم في التغطيه في قضيه اثبات النسب. الجلسه هتكون امتى ان شاء الله؟ لا لسه، لما ناخد الحكم اللي يتنسخ الحكم من محكمه النقض، وبناء على الحكم ده نعمل تعجيل من الوقف في محكمه الاسره. هيحدد جلسه يعني لحد الان لسه ما تحددش جلسه، بس في القريب العاجل الحمد لله باذن الله تعالى، باذن الله. وبنشكر القاهره 24 هي من اول الموضوع ده بصراحه مع امل من اوله لاخره ما سابتهاش، وبنشكر الدعم الاعلامي الكامل ليكم، وربنا يا رب يكرمكم دايما جنب المظلوم. شكرا لك.